بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن السلطان المعز أيبك أو السلطان عز الدين أيبك، وسوف نتحدث عن سلطنة الملك المنصور علي بن أيبك وهو ابنه. وقبل الحديث عن السلطان المعز أيبك أو عز الدين أيبك لابد من عرض العناصر التي سوف نتحدث عنها، وهي توليته للسلطنة، النزاع مع الأيوبيين في الشام، ثورة الأعراب في صعيد مصر، التنافس بين زعماء المماليك. أولا توليته للسلطنة. اختار المماليك البحرية عز الدين أيبك لتتنازل له شجرة الدر عن السلطنة، رغم أنه لم يكن منهم بل من المماليك الصالحية. ويبدو أن السبب في اختياره وميل الناس إليه أنه من أواسط الأمراء وليس من أعيانهم. أما أمراء البحرية فقد أيدوا اختياره لاعتقادهم أنه سهل، ومتى أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم شوكته. واجهت السلطان المعز أيبك في فترة حكمه القصيرة من 1250 ل 1257 ميلاديا عدة مشكلات، من أهمها خطر الأيوبيين في الشام وخطر البحرية في مصر، فضلا عن ثورات الأعراب في مصر، ثم جاءت نهايته على يد شجر الدر. ثانيا النزاع مع الأيوبيين في الشام. بدأ الأمراء الأيوبيين في الشام إعداد أنفسهم لغزو مصر، وبعد 5 أيام من تولي أيبك صارت البحرية تطالب بتولية سلطان من بني أيوب، فوقع الاختيار على صبي في السادسة من عمره هو الملك الأشرف موسى، وجعلوه شريكا للسلطان المعز أيبك في السلطنة. وفي الواقع لم يكن للأشرف موسى إلا الاسم في الشركة، وجميع الأمور في يد المعز أيبك. ولم تنضل الحيلة على الأمراء الأيوبيين بالشام، كما لم تستفد البحرية شيء من تولية هذا الصبي، فقد قرر الملك الناصر صاحب حلب ودمشق السير إلى مصر والقضاء على دولة المماليك. وهنا أثبت المعز أيبك أنها أقوى مما كان يعتقد البعض، فألقي القبض على أمراء المماليك المعروفين بميلهم للأيوبيين، وأعلن أنه نائب الخليفة العباسي في مصر. وفي نفس الوقت قام أيبك بإطلاق سراح الأسرى الصليبيين ليأمن شر لويس التاسع الذي كان لا يزال في عكا يراقب الموقف. كما أمر المعز أيبك بهدم حصون دمياط حتى لا يتخذها الصليبيون قاعدة لهم للهجوم على داخل البلاد. وساهمت الظروف العامة في إخراج أيبك من مشاكله، فأمام الخطر الأيوبي الزاحف تذكر المماليك البحرية العصبية المماليكية التي تجمعهم مع المعز أيبك، فوقفوا إلى جانبه وهزموا الأيوبيين عند العباسة في فبراير 1251 ميلاديا. وكذلك بدأت الخلافة العباسية تحس بخطر التتار، فسعى الخليفة العباسي لعقد صلح بين الأيوبيين في الشام والمماليك في مصر لتوحيد جهود المسلمين، وتم الصلح بين الطرفين في إبريل سنة 1252 ميلاديا. وبمقتضاه صار للمماليك مصر وفلسطين حتى نهر الأردن، بما في ذلك غزة والقدس والساحل. واعترف الأيوبيين بشرعية السلطنة المملوكية في مصر، وأن بقية الشام للأمراء الأيوبيين. وانتهز أيبك هذه الفرصة وتخلص من الصبي الأيوبي الأشرف موسى شريكه في الحكم. ثالثا ثورة الأعراب في صعيد مصر. وما أن انتهى أيبك من الأخطار الخارجية حتى ظهرت على المسرح بعض الأخطار الداخلية، فقد صار الأعراب بزعامة حصن الدين ابن ثعلب ونادوا بأنهم أحق بالملك من المماليك، أحق بالملك من المماليك. ونجح أيبك في القضاء على هذه الثورة بمساعدة البحرية أيضا، مما زاد في نفوذ البحرية، وأصبح لا مفر من الصدام بين أيبك والبحرية. رابعا التنافس بين زعماء المماليك. تجلى موقف البحرية العدائي من أيبك في اعتدادهم بأنفسهم وقوتهم، وبلغ زعيمهم أقطاي من النفوذ والقوة ما فاق سطوة السلطان أيبك، حتى أصبح أمره مطاع في الصغيرة والكبيرة لا يرد له مرسوم. كما انتحل إقطاي لنفسه بعض تقاليد السلطنة، وزاد على ذلك بأن طلب من أيبك السماح لزوجته ابنة الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة بالسكن في قلعة الجبل، وهي المقر الرسمي للحكم. فأدرك أيبك ما يدور بنفس أقطاي، فاحتال عليه حتى قتله، ففر أمراء البحرية إلى الشام. لم تنتهي مشاكل أيبك بفرار زعماء البحرية إلى الشام، ذلك أنهم ظلوا يسيرون المتاعب لأيبك ومن خلفه من السلاطين بمصر،
ومن خلفه من السلاطين بمصر حتى نجحوا في الاستئثار بحكم مصر. سلطنة الملك المنصور علي بن أيبك. رغم ثبات المعز أيبك وصموده إلا أنه لم يقدر على زوجته شجر الدر التي أرغمته على هجر زوجته الأولى، وحرمت عليه زيارتها هي وابنها. ولما سأم أيبك الحياة معها خطب ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فكانت نهايته على يد شجر الدر. فهب مماليك أيبك للانتقام من شجر الدر فقاموا بقتلها. أقيم علي بن أيبك وهو غلام صغير في نحو 15 من عمره في السلطنة، ولقب بالملك المنصور نور الدين علي، غير أنه لم يلي السلطنة إلا نحو 3 سنوات، ثم عزله سيف الدين قطز. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.